السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم ورد يا رجالة، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم بخير وبأفضل حال. فيديو جديد في الغية مع المصري والزناتي ملوك الغية. صباح الفل عليكم يا رجالة. النهاردة إن شاء الله فيديو إن شاء الله يعني يكون فيه إفادة ليكم وإن شاء الله هيعجبكم يعني. بصوا يا رجالة، هنتكلموا في موضوع مهم النهاردة، مهم جدا يعني. تمام، لو أنت عايز تفهم غية صح وتتعلم الغية صح، ماشي، اسمع من العبد الفقير لله. تمام، عايز تفهم الغية صح، هقرب لكم شوية كده. عايز تفهم الغية صح، عايز تتعلم الغية صح، اسمع من العبد الفقير لله. تمام، بصوا يا رجالة، الغية فيها 3 حاجات، 3 أجزاء. تمام، جزئين منهم كل الناس أو معظم الناس عارفاهم، في جزء منهم ما ينفعش حد يعرفه. ايه هما ال3 أجزاء دول؟ أساسيات الغية، قواعد الغية، أسرار الغية. 3 دول. تمام، مش هقعد اعمل لك كده زي الطباخين انا والكلام ده، ما بعملش الكلام ده. خلاص، 3 دول. طيب، 3 دول اللي هو ايه؟ نحاولوا نجزئوهم واحد بس نبسطوا الكلام ونبسطوا المواضيع. مش هكلمكم مصطلحات الغاية، عشان مصطلحات الغاية في ناس فاهماها وفي ناس مش فاهماها، فنتكلموا بالبلدي كده كأننا قاعدين بندردشوا مع بعض. تمام، عشان برضو في ناس مبتدئين او في ناس في الغاية ما بقالهاش فترة طويلة، فالمصطلحات بالنسبة لها ما بيفهمهاش. تمام، دلوقتي قواعد الغاية اللي هي ايه؟ اللي هي اتعلمناها. قواعد الغاية هي اصول الغاية. قواعد هي الاصول الغاية. تمام، الاصول دي زيها زي حياتنا كده في الشارع. في حاجة اسمها اصول. تمام، وفي حاجة اسمها اسرار. الاسرار دي اللي هي ايه؟ اللي هي الاخطاء، اللي هي الحاجات اللي ما ينفعش تتعمل، اللي هي الحاجات اللي هي بتتعمل بس غلط. بتتعمل بس غلط. طيب، قواعد الغاية دي اللي هي ازاي تفرخ، ازاي تدرب الزغلول بتاعك، اللي هو تحطه في الأرضية وتحت شبكة الأمراية وما تخوفوش، ما تشورلوش بشوارة، ما فاهمني، تسيبه على العرق لغاية ما ينشف، فاهمني، كده لغاية ما بيقوم لوحده بيشوط. مش دي قاعدة من قواعد الغاية، أصول الغاية. تمام، وأصول الغاية هحط تحتها خطين أو 3 خطوط، زي ما أنت عايز تزود زود. أنا هعلمك أصول الغاية. انا في الفيديو ده ان شاء الله اعلمك اصول الغاية. تمام، فالزغاليل ليها ايه؟ قواعد والاصول بتاعتها. تمام، تطلع لزغلول بشواره، تطلع لزغلول تخبط، تديله سيخ، تديله مش عارف ايه، تحط في وسطيه فرد كبير. دي من اسرار الغاية. طب هل دي صح؟ لا، دي غلط. طيب دلوقتي، هل انا كراجل بقدم محتوى والمفروض ان انا اطلع اقول لك ايه؟ المفروض ان انا اطلع اقول لك ايه؟ بلاش تطلع تاخد، فاهمني، وتنزل دوره تحطط الحمام. لا، عايزين نطلعوا كلنا النش وعايزين نستمتعوا بالنش. مش هو ده الصح يا جدعان؟ عايزين نطلعوا النش وعايزين نطلعوا نستمتعوا بالنش. عايزين الحمام ياخد، عايزين الحمام يمشي، عايزين الحمام يعدي يروح ياخد في منطقة تانية. لكن اقول لك لا اطلع. طب ما انا هقول لك على سر من اسرار الغاية، عشان انا خلعتهم فوق وتحت. انا عندي 38 سنة، بس انا ما بيبانش عليا الحمد لله يعني، فضل ونعمة من عند ربنا. تمام، سر من اسرار الغاية. اقول لك كام سر، مش سر واحد. سر من اسرار الغاية: انت طالع، تمام، طلعت خدت مع شويه، ماشي،
هوب رحت مطلع لهم فرد ولا فردين بتوع ذره، طلبت بيهم. ده حمام مكسح اللي انت بتطلعه، ده حمام مكسح، حمام ما بيطيرش، بتطلع بتخليه عشان تاخد بيه الحمام وتنزل، وده انت بتعمله طبعا، والناس كلها جمهورك عارف الكلام ده. تمام. انا مش بنتقدك، بس انا بعلمك. تمام. دي حاجه انت بتعملها وبتعلمها للناس، وبتعلمها للشباب الصغير، وبتعلمها للاجيال اللي طالعه، اللي غاوي واللي فهم، اللي من جيلي ولا اللي من جيلك فهم من الناس القديمه وعارف الغاية وعارف ايه الصح وايه الغلط. بس انت المفروض بتعلم في اجيال جديده بتعلمها الصح والغلط، عاملينك قدوه. معرفش ازاي، وهو الكذب والنفاق ساعات بينجح، او 90% بينجح، لان في ناس ونفوس ضعيفه بتصدق اللي يهجس ويبكش عليها. تمام. في ناس وانت برضو من ضمنهم، تمام، بيحطوا طواير في الغيه، واتحداك تطلع تقسم بالله قدام الناس ان انت ما بتحطش طواير في الغيه. تمام. حط طواير في الغيه. بص، كل ده انا مش بنتقدك فيه، اللي انت بتقول، اللي انا بقوله لك ده، انا نفسي بعمله. خلاص يا عم، انا نفسي. واقول لك على حاجه، معظم الغوايه الكبار، الغوايه الكبار اللي بيفهموا بيعملوا كده. بس انا ما ينفعش اطلع، اعلم الناس ده. انا اطلع افهم الناس واعلم الناس الصح والمظبوط والاصول، عشان انت بتأثر في ناس، بتأثر في شباب. الشباب ده يبقى طالع مبني على غلط، فلما يكبر ويبقى مكانك هيعلم الناس غلط. ده في مثل بيقول لك الدال على الخير كفاعله، ما بالك الدال على الغلط. تمام. فانت ما تطلعش تنتقدني في كلام انا قلته صح. تمام. ولما قلت لك انت بتفتح فرد حمام في وسط الزغاليل، ده حاجه غلط. حتى لو انت عاملها وفيها مصلحه ليك انت، عشان انت ما تتضرش، انت بتطلع ليه تقول للناس الكلام ده؟ تعلم الناس ليه الغلط؟ قول لهم لا، الصح 1 2 3. الغلط ده خليه سر من اسرار الغيه. الغلط تخليه سر، مش لازم تعلنه. خلي بالك، في، انا مش عايز اكلمك عني ولا عنك، في كل حاجه. الغيه دي فيها كل حاجه، بس فيها حاجات ما ينفعش تقولها وتعلمها للناس ان هي غلط. احنا حتى لو بنعملوها فهي غلط، وانت عارف بكده ان هي غلط. فانت بتطلع تعلم الناس الغلط على الملأ. انت مفيش محتوى، انت خلاص مفيش جديد عندك. هتطلع بقى تطلع في اسرار الغيه. اقول لك سر من اسرار الغيه علمهولك، وانت اكيد عارفه وانت بتاع الحاجات دي. انت لو لقيت فرد حمام طالع بيسقف وبيخبط، بتطلع له تيره زايفه على العالم. ما بيحصلش. ادي حاجه تتعلمها، خدها مني تعلمها لو عايز تتعلمها. بس انصح الناس محدش يعمل الكلام ده. الغيه يا جماعه، وتعلم برضو الكلمتين دول، يمكن يجوا معاك سكه وتفهموا. الغيه غيه حب، غيه فراسه، غيه حاجه جميله. الغيه دي حاجه جميله، اقسم بالله الغيه دي حاجه جميله، بس احنا بنتصرفوا فيها غلط. الغيه دي احنا فيها، بص، في حاجه اسمها خصم غيه. عارف خصم الغيه؟ خصم الغيه ده خصمك في الغيه، بس اول ما تقابله في الشارع بتسلم عليه وبتاخده بالحضن وبتقعد معاه وبتهزر معاه وكل حاجه حلوه. بس هي المشكله في ايه؟ ان في اللي بيعلمكم غلط. خصمي في الغيه، اللي هو ايه خصمي في الغيه؟ هي الكلمه ليها معنى تاني، بس هي اصولها انك تفهمها صح. خصمي في الغيه بيمسك مني وبمسك منه. انا متعتي ومتعته هو ان هو يمسك مني فرد حمام، وانا متعتي ان انا امسك منه فرد حمام. بس مش فرد الحمام ده انا مسكته منه خلاص هدسه، اشيله، ابيعه. ده كده حرام، ده اسمه حرام. تمام. لا، مسكت منه فرد الحمام، انا كده استمتعت وهديهوله. وعلى فكره انا كده علمت عليه،
انا مسكت منه فرد الحمام واديته له وعلمت عليه، وهو كذلك الامر برضه. ده خصم الغيه. لكن مش هقول لك خصم الغيه اطلع كركب عليه وبوظ عليه بلاش يا جماعه نعلموا الناس الغلط، بلاش نعلموا الناس الغلط. ويا ريتك انت تتعلم الصح عشان تعلمه للناس. انت بالذات اكتر واحد محتاج تتعلم الصح عشان تعلمه للناس، لان انت مع قضاء وقدر كده انت سبحان الله. يا عم ربنا يزيدك، يا عم يا عم ربنا يزيدك ويصلح حالك يا رب. تمام. في ناس كتير بتتابعك، دي الجمهور بيتابعك، علمهم صح. بلاش تطلع تعاند وتخبط معايا، بلاش تخبط مع فلان، بلاش تخبط مع علان، علمهم صح. انا لو طلعت انتقدك في حاجه انا شايفها صح من حقي، وانت عارف بكده ان من حقي ان انا انتقدك. انا لو انتقدتك انت هتصلح الغلط اللي انت بتعمله، زي ما انا دلوقتي شبه بنتقدك، بس انا في نفس الوقت بعلمك. انا في نفس الوقت بعلمك الصح واصول الغيه، مش لنفسك. الصح واصول الغيه اللي انت بتطلع بتقدم محتوى ما تضرش الناس، ما تضرش الناس. في حاجات انت بتعملها انا هو عشان تعرف ان انا راجل بقول الحق. حاجات انت بتعملها اللي هي ايه؟ وانت بتفرخ مثلا في الزغاليل دمعه العين، ما تحطش مثلا، انت كنت بتقول كده ما حطش دفعه زغاليل في مصطبه واحده عشان بياخدوا نفس بعض وبيتعبوا كلهم. ده كلام انت كنت بتقوله صح، ودي سلبيات عندك كنت انت بتعرضها، بس كانت صح، كانت صح. تعرف ان في ناس كتيره، في ناس كتيره عملت اللي انت بتقول عليه ده، وكلامك كان مظبوط مليون في المية. الراجل 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 حط تحتها خطين. الراجل يطلع يقول الحق حتى لو مع خصمه، مع انك انت مش خصم ولا حاجه. حتى لو مع خصمه، حتى مع لو مع واحد مختلف معاه، اطلع قول الحق. خلي بالك، ولا فلوس بتنفع، ولا كذب بينفع، ولا كلمتك لسانك حصانك، ان صنت صانك ان هنته هانك. تمام. معلش يا رجاله، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا في ناس طلعت جت كتبت لي في التعليقات وفي الكومنتات قالت لي اطلع رد عليه، وانا مش من النوع اللي بتزق، بس انا طلعت رديت عليك بادب. طلعت رديت بادب. تمام. بلاش الحركه دي حركه الطباخين دي بلاش، بالله انت بتعملها ازاي؟ بتعملها كده؟ بلاش الحركه دي، عشان دي مش لايقه على محتوى حمام، دي لايقه على محتوى طبخ. اتعلم بقى. سلام.